عيانه بيطلع ليها حبوب كتير جدا في وشها وشعرها بيقع. لما راحت لدكتور الجلديه اداها علاج، بعد كده الحبوب بدات ان هي تروح وشعرها رجع ان هو يتحسن. لكن بمجرد ما رجعت ان هي تفكر في حاجات خلتها توصل لمرحله من القلق الشديده جدا، بدات ان الحبوب ترجع تاني في وشها وفي جسمها، وبدا شعرها يرجع يقع تاني. لما راحت ساعتها لدكتور الجلديه، دكتور الجلديه قال لها انت كده محتاجه ان انت جنب العلاج اللي انت بتاخديه محتاجه ان انت تاخدي علاج نفسي، وان ده كده بسبب القلق. معكم نهله عبد الباقي، اخصائيه نفسيه. في ناس لما بتقلق جامد قوي بتوصل لمرحله ان هي بيطلع لها حبوب فعلا في وشها وفي جسمها، شعرها بيقع، وبيحصل مع ناس كتير. في اللحظه دي العلاج النفسي هيساعدك او هيساعدك كويس قوي، انه هيساعدك انك هتخليك تتحكمي في طريقه الافكار بتاعتك، هيساعدك ان انت ازاي تتحكمي في حده القلق بتاعتك، او هيساعدك ان انت ازاي تعرف تتحكم في درجه القلق بتاعتك. فمع العلاج اللي بالدواء بتاع الجلديه، لما بتاخد معاه علاج نفسي هيساعدك كتير ان انت تقدر تتخلص، او انت تقدري تتخلصي من المشكله دي بشكل اسرع واسهل بكتير. طبعا اهم المهارات اللي انت هتتعلمها او اللي انت هتتعلميها ان انت ازاي تعرف تنظم من طريقه نفسك، ان انت ازاي تعرف تتحكم في الطريقه بتاعت افكارك اللي وصلتك للقلق الشديد جدا ده. وبالتدريج بالانتظام في المهارات العلاجيه مع العلاج الخاص بالجلديه، بالتدريج هتلاقوا الاعراض دي بدات تروح، وهتلاقي نفسك ان انت قادر تحد من الدرجه بتاعت قلق. ولو عاوز تحجز جلسه علاج نفسي اونلاين، هتلاقوا لينك الحجز موجود في البروفايل اللي موجود تحت اسمي بالظبط.